السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم مريم من قناة مريمكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التويشيه جديده، واحد الطريقه ديال التحضير ديال الطماطم في الفران كتجي رائعه لذيذه، وليداتكم غادي يعشقوها. دائما ملي كندير شي حاجه من المطبخ الخفيف او المطبخ العصري او اختراعاتي الا بغيتو تسميوها، كنقول ضروري نشاركها معكم، لانني عندي واحد الفئه من الجمهور ديالي كيعشقوا هذا النوع هذا ديال المطبخ. يقدر نفيدكم في واحد الفكرة تستعملوها كعشاء خفيف بدون لحوم وبدون تكليف. يعني حاجة خفيفة واقتصادية نقدروا نحضروا بها العشاء لوليداتنا. فيها خضار وفيها أيضا منيض غزال وفيها إفادة صحية. بالنسبة للطبق ديالنا اليوم هو عبارة عن مطيشة غادي نعمروها المح ديال البيض، وغادي نديروها طيب في الفران، كتجي لذيذه وكتجي معسله وكتجي رائعه، وايضا كتجي صحيه. هنايا خديت مطيشه قطعتها على الطول كيف ما شفتوا معايا عبر الصوره. غادي نحاول دابا نحيد منها هذيك الزريعه ديالها من الوسط. خذوا مطيشه تكون باقا شويه صحيحه، يعني ما تكونش طيبه بزاف باش تقدر تبقى شاده الشكل ديالها ملي نحطوها في اللاطه ديال الفران. غادي نحاول نخوي داك الداخل ديال الطماطم، ونحيد ليها واحد الطريف من التحت باش تكون واقفه ثابته في اللاطه. غادي نستمر بحال هكا تنحيد هذيك الزريعه كامله. على فكره انا بالنسبه لي هذه الزريعه هذه راه ما كتلاحش، نقدر نطيبها ونطحنها مزيان بالميكسور ونخليها في واحد القريعه بواحد شويه ديال الزيت، ونستعملها في البيتزا اولا في لي بات اولا حتى في الحريره، ما كاينش علاش نرميوها. نعطيكم أفكار بسيطة على حساب اللي كندير أنا في البيت ديالي، وانتم كديروا على حساب اللي مناسبكم. غادي نستمر بحال هكا حتى نقطع الكمية ديال الطماطم اللي عندي. أنا هنايا درت 4 ديال المطيشات، ممكن ديروا أقل أو لا أكثر على حساب العدد ديال الأفراد ديال الأسرة ديالكم. صافي غادي نستمر بحال هكا تنخويها مزيان من الزريعة، ومن بعد غادي ندوزو للمرحلة الموالية. من بعد ما خوينا دوك النصيصات ديال المطيشه، غادي نديرو لها واحد شويه ديال الملحه من الداخل باش كتجينا لذيذه ملي نكونوا كنتناولوها. ايضا غادي نديرو الابزار، الا بغيتو ديرو حتى الثوم بودره راه كيجي لذيذ وكيجي عاطي مذاق. غادي ندير شويه ديال الفرماج الاحمر، هنا حكيته بالحكاكه الغليظه، غادي نديرو غير واحد الكميه قليله فقط، بحال كنفرشوا الفرماج للبيض باش ما يجيناش ناشف. بالنسبة للنوعية ديال الفرماج دائما كتسولوني، أنا تنخدم بالكودا لأنه هو اللي تيبغيوه وليداتي. ممكن تستعملوا لي مونطال أو لا أي نوع من الأنواع ديال الفرماج الأحمر اللي كتفضلوه. غادي ندير الكمية كيف قلت لكم قليلة، وغادي نخلي ليسباس أو المساحة اللي غادي نحط فيها الأصفر ديال البيض. غادي نحاول نفصل هنايا البيض على الأصفر، وغادي نحط الوسط ديال كل نص مطيشة صفر بيضة. هانتوما الديكور تيجي واعر صراحةً. الطبق كان نال الإعجاب ديال الأسرة ديالي، يعني كلاوه عشاقة وطلبوه أنني نعاود نحضّر ليهم مرة أخرى. هاد النصيصات ديال المطيشة نقدروا نديروا بهم حتى الديكور للأطباق الرئيسية ديالنا. إلا كنا دايرين ديك لاصالاد الكبيرة ديال شلاضة، أولا ملي كنحطوا اللحم مبخّر وتندوروا عليه اللوبيا مشرملة والخيزو مسلوق بالتوابل ديالو، دوك لي صالاد اللي تيكونوا فيهم الخضار مسلوقين. نقدروا نديروا حتى هاد النصيصات ديال المطيشه ندوروهم على اللحم تيجيو رائعين في المنظر. انا هنايا غادي نستعملهم كطبق للعشاء. غادي كيف ما شفتوا انا حطيت كل نص مطيشه حطيت فيها واحد الصفر ديال البيضه. هذاك الابيض ديال البيض راه ما غاديش نرميه بطبيعه الحال، غادي نستعملوه في شي حاجه اخرى. غالبا غادي ندير به واحد الحلوه ديال الكوك، كتعرفوها جميع. الى تيسرات لي الامور نقدر نسجلها معكم. هنايا غادي ندير في الداخل ديال الطبق اولا في اللاطه ديال الفران غادي ندير جبنه الفيتا. هاد الجبنه هادي ملي كطيب كتجي لذيذه بزاف. الا كانت متوفره عندكم ديروها، الا ما كانش راه ممكن نحطوا مطيشه طيب في الفران عادي، غير هي كما صايبناها بحال هكا. درنا الصفر ديال البيض والفرماج من الداخل. دابا غادي نعاودوا نديروا الفرماج من فوق البيض، وغادي نديروها في الفران ان شاء الله طيب. هنايا باش ما تجيناش ناشفه كنحاولوا نثقبوا هذاك الصفر باش يتحل وياخد يتنسم بالملحه وبالبزار، وايضا ما يجيناش ناشف. كنتمنى ان تكون الفكره وصلتكم، وايضا يكون الشرح ديالي
واضح. صافي دابا غادي نعاود نحط كمية من الجبن المبشور أولا الفرماج المحكوك من فوق هاد النصيصات ديال المطيشة، وغادي نزيد شوية ديال زيت الزيتون. بطبيعة الحال هاد الأطباق هادي اللي كنديرو في الفران كيتواتى معاها بزاف المذاق ديال زيت الزيتون، صافي ونديروها في الفران طيب واحد المدة ديال 10 ديال الدقايق حتى لربع ساعة، ونقدموها إن شاء الله لوليداتنا بالصحة والراحة. هنا كلمسة تزيينية غير المنظر فقط، كنديرو شوية ديال الربيع، ممكن نديرو البازيليك إلا كان عندكم، أولا أي نوع من الأنواع ديال الأعشاب المنسمة تكون طرية، ديروها بحال هكا مع هاد الطبق هذا، راه كتجي المنظر وكيجي حتى المذاق زوين. بالنسبة للفران بطبيعة الحال ما غاديش نديرو درجة الحرارة تكون عالية بزاف باش المطيشة تاخد وقتها أنها طيب على خاطرها، يعني تقريبا 180 درجة حتى 200 درجة، مدة ديال 10 ديال الدقايق حتى لربع ساعة، نكونو مسخنين الفران من قبل صافي، ونخليو لاطا في الوسط باش البيض يطيب وأيضا الفرماج يذوب ويعطينا داك المنظر ديال الفرماج الدايب كيجي لذيذ والوليدات كيعشقوه. هنايا كنت محضرة واحد لاصالاد من قبل ما فيهاش شي حاجة كتيرة، يعني شوية ديال الخس، مطيشة، الخيار، الجزر أولا خيزو محكوك والمايس، غادي نسموها بالزيت والحامض معصور، الملحة والبزار، ونحطوها حتى هي مرافقين بها هذاك الطبق ديالنا ديال الطماطم. كنظن بأننا في هذه الفترة ديال الصيف كنبغيو أطباق متلونة بحال هكا منعشة فيها خضر وفيها أيضا أفكار جديدة. كنتمنى أنكم تعشقوا المائدة ديالتي اليوم وتجربوها وتذوقوني عبر الصفحة ديالتي بالانستغرام، كنخلي لكم دائما لو لين في صندوق الوصف، تواصلوا معايا عطيوني الافكار ديالكم، الآراء ديالكم، الأفكار ديالكم، التطبيقات ديالكم، كل حاجة عندها علاقة بالحلقة أولا بالحلقات السابقة، كنتمنى أنكم تشاركوها معايا وتواصلوا معايا بالرسائل ديالكم اللي كتفرحني. أنا كنستقبل بصدر رحب كل الانتقادات البناءة. كنتمنى أنكم تشجعوا القناة وتعاونوا المحتوى الجيد أنه يوصل للعالمية، علاش لا. شكرا لكم على كل حاجة جميلة كتقولوها في حقي. غنعطيكم موعد في حلقات مقبلة إن شاء الله بأفكار جديدة ووصفات جديدة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.